افتقارا لروح الاسطوره بولي. سيكون هناك دقيقه صمت كما قلنا ترحما على الاسطوره بولي. الجمهور النهائي فوز امام كوريا الجنوبيه ب 4-0 والخروج امام منتخب كرواتيا من دور الربع النهائي. والكره الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. كره في الجهه اليمنى عز الدين ملاحي لاشرف حكيمي. هناك خطا بالفعل. ثاني فرصه بالنسبه للعناصر الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي لماذا تحقيق الفوز في هذا اللقاء. تبعد المحاوله حكيم زياش رفع الكره فرصه وتدخل الدفاع ابعاد الكره. لاحظوا منذ البدايه الضغط ديال العناصر الوطنيه في الوقت لاسترجاع الكره. انتظر احد اللاعبين اللي يمكن انه يطلب الكره. مشات الكره ليوسف النصيري. هناك خطا بالفعل. هناك خطا. التحركات ديال يوسف النصيري، تحركات ديال حكيم زياش و نفس ما تابعناها على مستوى نهائيات كأس العالم. إذا سنتابع هذه الكرة الثابتة أشرف حكيمي وحكيم زياش كيرفع الكرة. فرصة وخروج الحارس. خروج ويفرتون. بيريرا دا سيلفا هو اللي بعد الكرة وأبعد الخطورة. كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. المنتخبات بقيمة كرواتيا ولما نتحدث كذلك على بلجيكا وكندا واقصاء منتخبات اسبانيا من الدور الثمن النهائي والبرتغال من الدور الربع النهائي. ونتابع هذه المحاوله حكيم زياش يعمل حكيم زياش كيطلب المشاهده امكانيه تمرير في الجهه اليسرى عند سفيان بوفال. بالفعل سفيان بوفال فرصه تمريره زياش تسديد تدخل الدفاع وابعاد الكره. كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش اللي بحث على التسديد. كان تدخل وابعاد الكره. يعني بدايه فريق فلامينغو. مشات كره في الوسط. لاحظوا هذه الثنائيه مع فينيسيوس. حذاري من الانطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور. تدخل ممتاز وابعاد الكره من طرف العبيد غانم. ثلاثي ريال مدريد ميليتاو رودريغو وفينيسيوس. كره خطيره دخول في منطقه الجزاء والتغطيه ممتاز مره اخرى. غانم السيس على مستوى التدخلات. كره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول لفينيسيوس جونيور الاعتماد دائما على اللاعب فينيسيوس من اجل قياده الهجوم مره اخرى. فينيسيوس جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولينسينو. خطيره. فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى. ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاوله. التمريره كان هناك قويه لترسيخ ثقافه جديده. تنبني يعني الانفتاح الكبير بين قاره افريقيا واوروبا في الوقت هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه. منتخب البرازيل تدخل واسترجاع الكره. غانم حكيم زياش تمريره ممتازه. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. يوسف النصيري. فرصه مرات جانبا. فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تمريره ممتازه لنصير مزراوي. خدا الكره بالصدر كما سنتابع. لاحظوا التمريره والقراءه الممتازه لمساحه الملعب. نصير مزراوي خدا الكره بالصدر يسدد. الكره ما مشاتش بعيد من القائم الايسر لمرمى الحارس ويفرتون. ابرز فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من تحقيق محاوله كانت جاده للتسجيل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي بواسطه نصير مزراوي اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره. كذلك ازدواج على مستوى الادوار. خطيره لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو كنقول انه كفر على الخطا اللي قام به لانه كانت تمريره خاطئه. التمريرات بهذا الشكل امام اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي ما يمكن الا تكون في الشباك. كنقول بانه الضغط ديال الجمهور كان كبير والعوده ديال ياسين بونو من اجل تصدي لهذاك اخطاء على مستوى الدفاع لانه كنعرفوا القيمه ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. حكيم زياش محاوله المراوغه. كان هناك تدخل بالفعل. هناك خطا لانه التدخل ديال اليكس نيكولاو كان تدخل واضح امام لاعب حكيم زياش. حكيم زياش وراء الكره. صعود اللاعبين اللي عندهم قامه طويله. صعود غانم السيس. تواجد نايف اكرد. البحث عن الضربات الراسيه. لعبت كره دائريه. فرصه خروج الحارس ويفرتون الذي يتدخل 51% للمنتخب الوطني المغربي.
كره طويله اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل مرة أخرى. خروج ما كانش بشكل جيد، لاحظوا ولو انه خرج باش انه يدخل ويبعد الكرة وطلعت الكرة. كان نتابع، تعتبر واحد من افضل الحراس على مستوى العالم. تابع المحاولة حكيم زياش، هناك خطأ، كان هناك تدخل، محاولة بلال الخنوس ولكن استرجاع الكرة من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تابع المحاولة وبوفال، فرصة وبوفال، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة، كان تمريرة، كان خطأ على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريرة ممتازة، ثم وصلت الكرة لسفيان بوفال. ما زاد ما نقص، وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية واللي خلى ما كاين أي ردة فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاولة، سفيان بوفال يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال خطا الكرة بشكل ممتاز واليسرى لنصير مزراوي. عز الدين أناحي حكم كيمنع خطأ. تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه الان عند لاعبين المنتخب البرازيلي. نتمنوا انه ما نمشيوش معاهم، لان التدخل كان واضح، وبالتالي الحكم غادي يكون عنده القرار. القرار امام انظار رامون مينيزيس، وهذا كيبين كما قلت النرفزه الكبيره للاعب اسمه ايدر غابرييل ميليتاو. الحماس منقطع النظير، وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره ومشات داخل المرمى، حسن الحظ تريكي، مشات كره في الجهه اليمنى. يوسف النصيري مشى دائما على مستوى الجهه اليمنى، امكانيه التمرير. يوسف النصيري شنو يعمل؟ يوسف النصيري تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يوضع الكره في الشباك، تلعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بامكانه يضيف هدف ثاني بعد العمل الكبير ديال يوسف النصيري على المستوى الجهه اليمنى. لاحظوا الانطلاقه. عز الدين أناحي لسفيان بوفال. المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالبه بان هناك لمس على الكره، وبالتالي نتابعوا مشات بعيد على القائم الايسر، وبالتالي كانت المطالبه بالزاويه. مشات كره في الجهه اليسرى، فينيسيوس جونيور، واشرف حكيمي. حكم كان الخطا، ولو ان يمكن نقول انه التغطيه كانت بكل طريقه مثاليه على ما شفت في انتظار اللي يقوم بحائط الصد. سنتابع هذه المحاوله. اعتقد انه رودريغو سيلفا هو من سيسدد هذه الكره الثالثه، او لعبت كره داخل منطقه الجزاء. تدخل الدفاع، وصلت كره لفينيسيوس جونيور. محاوله فائده المنتخب البرازيلي داخل منطقه الجزاء. تدخل ممتاز لنصير مزراوي. دائما محاولات بالنسبه للمنتخب البرازيلي للتمرير داخل منطقه الجزاء، تسديده، تدخل الدفاع حكيم زياش واخراج الكره بشكل ممتاز. اخراج الكره امام ضغط برازيلي. حكيم زياش، بلال الخنوس. كان هناك تغطيه طرف اللاعب اليكس وفينيسيوس جونيور، كانت خطيره. اداء تسديده مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد مباشره للمرمى. لاحظوا بانه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد بكل قوه، ولو ان اعتقد بانه النيه ديال فينيسيوس جونيور كان هي رفع الكره، انه يرفع الكره في يبحث عن القائم الثاني. تواجد الروت، استرجاع الكره من بلال الخنوس، والحكم يعلن الخطا لفائده المنتخب البرازيلي واندري دوس سانتوس. هناك بطاقه
اول بطاقه لبلال الخنوس. فرحانين بهذا الجيل الجديد اللي كياخذ المشعل وسيواصل العمل وسيواصل ان شاء الله النتائج الايجابيه حتى يدخل الفرحه اللي يقولوا بكل المغاربه. لعبت الكره خارج ارضيه الملعب، كره خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كان صعود ديال روجر ايبانيز دا سيلفا. حكيم زياش غادي يعمل حكيم زياش فرصه وممتازه من عز الدين أوناحي. غادي يعمل عز الدين أوناحي تمريره فرصه. سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط. الحكم كيعلن على خطا لفائده المنتخب البرازيلي. الحكم اعلن على خطا. ما عرفش علاش لاعبين ديال المنتخب البرازيلي يعني مره اخرى في شنعان. سنتابع هذه المحاوله. حكيم كره فائده المنتخب الوطني المغربي. ما كاينش هناك تغييرات في اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي تابعنا. اشرف حكيمي انطلاقه من الجهه اليمنى، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر تسديده قويه لحكيم زياش ولكن الكره كتمشي بعيده شيئا ما على مرمى الحارس ويفرتون. تابعوا من جديد هذه المحاوله. حكيم زياش بغيت ياكد بانه ما خاصش تكون مجازفه والمخاطره امام لاعبين كبار. لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو. ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم امكانيات كتجي مستوى الوسط. سفيان امرابط لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين. هناك خطا واضح والانذار اعتقد اللاعب روجر فيليبس كولاري. تابعوا المحاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال الخنوس دخل داخل منطقه الجزاء. كان تدخل مصيري يسدد الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه عز الدين أوناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعاد الكره. عز الدين أوناحي تسديده قويه ممتازه وتدخل الحارس ويفرتون. فرصه لفائده العالم 98 كان الفوز ديال المنتخب البرازيلي بتسجيل اهداف للا شيء. هذه المحاوله وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقه جزاء وخطيره. كانت خطيره هذه المحاوله. لعب الكره بقوه داخل منطقه جزاء وبحث على اتمام الجهه اليمنى بالفعل عند اللاعب ايمرسون داخل منطقه جزاء. محاوله خطيره. تدخل الدفاع دائما فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه. كانت فرصه بواسطه اللاعب بحث على انطلاقات ديال دوس سانتوس وكذلك رودريغو. فرصه داخل منطقه جزاء تدخل وابعاد الكره. بدينا كنلمسوا الان الخطوره في بدايه هذه الجوله الثانيه. رودريغو تقريبا 6 ديال اللاعبين البرازيليين داخل منطقه الجزاء. لعبت كره راسيه خطيره على بدون ابعاد الكره. ممتاز نايف اكارد لانه كان هناك تواجد لاعبين في القائم الثاني. كانت محاوله شكلت خطوره على دفاع المنتخب الوطني المغربي. الان ضغط بالراس. محاوله تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد كان رافع الرايه. تاثير وكنقول الجوده الاحترافيه والقيمه الكرويه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه اخرى خطيره في يد المنتخب البرازيلي. لحسن الحظ ما تمكنش. Lucas Paqueta, Emerson, Lucas Paqueta can see what he was trying to do, but so could Romain Saiz. Here's Antony. Big Amrabat on the hand. Referee, I think, thought about giving a free kick, but Brazil have the ball and Lucas Paqueta sends it wide. Oh, and Yassine Bono's made a horrible error, and Casemiro has equalised for Brazil. The goalkeeper's had a shocker. Casemiro's goal for Brazil on the occasion of his 70th international. He scores his 7th international goal. But it's an awful moment for Yassine Bono in the Moroccan goal. He's got it horribly wrong here. Really well won there by Lucas Paqueta. Casemiro, oh, it's awful. That's a shocking piece of goalkeeping.
for such an experienced goalkeeper. Yassine Bono is Ziyech. Masraoui's made a forward run. Ziyech has found him. Imran Louza's there for Morocco. His little click cross is a really good one. Well defended by a combination of Emerson and Eder Militao. Went back by Atiat Allah. Great ball in, and the shot goes in from Sabiri. Abdelhamed Sabiri puts Morocco back in front. Great finish by Sabiri. And Morocco lead Brazil again. Never really dealt with it, Brazil. Had the opportunity there to get the ball away. Antony was beaten to it by Atiat Allah, whose cross fell to Sabiri, who rattled it in off the underside of the crossbar. Morocco 2, Brazil 1. Very good finish. Alex Telles' forward ball was a good one. It was Vitor Roque who collected it edge of the penalty area, and Vitor Roque who taken by Casemiro, pulled back to Rafael Veiga, who didn't really make any contact. Amrabat forward, that's hit the referee. Oh, that's a lovely, clever ball. Rafael Veiga shot in the turn. It was blocked by Aguerd. Ziyech. 5 minutes to play. Antony. Oh, desperate clearance from Aguerd. It's a free kick, actually, it was a foul. Good defending nonetheless by Nayef Aguerd. It's in world football. As Yassine Bono clears the ball away downfield, the referee calls time. And the World Cup set.